علينا بما فيها من خيرات ورحمات، ولا ينتبه كثير من المسلمين والمسلمات إلى فضل هذه الأيام الكريمة التي أقسم بها في القرآن رب الأرض والسماوات، فقال جل وعلا: والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر. الآيات. قال ابن عباس رضي الله عنهما: الوتر في الآية هو يوم عرفة، والشفع هو يوم الحج الأكبر يوم النحر، والليالي العشر هي ليالي ذي الحجة، لأن كثيرا من المسلمين لا يفطن لفضل هذه الأيام المباركة، وربما تمضي أشهر الحج وتمضي العشر من ذي الحجة وكأن المسلم ما التفت إلى شيء مر عليه أو مضى به ليالي العشر من ذي الحجة. بل وهناك من أهل العلم من قال بأن هذه الأيام هي أفضل الأيام في العام كله، أيام ذي الحجة، ففيها أفضل يوم في العام كله ألا وهو يوم عرفة. هذه الأيام المباركة كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى تشتمل على أمهات العبادة، ففيها الحج وهو ركن من أركان الإسلام، وفيها الصلاة، وفيها الصيام، وفيها النفقة والصدقة، وفيها التهليل والتكبير، وفيها التحميد والذكر والتسبيح. قال تعالى: ويذكر اسم الله في أيام معلومات. هذه الأيام المعلومات كما قال ابن عباس هي أيام العشر من ذي الحجة، كرمها ربنا تبارك وتعالى فجعل فيها هذا الركن العظيم من أركان الإسلام ألا وهو الحج. فمن السنة أن تصوم وأن تقطع، ويستدل أيضا على مشروعية الصيام في ذي الحجة قول النبي عليه الصلاة والسلام: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر من ذي الحجة، والصيام من العمل الصالح. والعمل الصالح لا حصر له ولا منتهى لحده، كل عمل تصدق فيه النية وتبتغي به وجه رب البرية ويكون موافقا لهدي سيد البشرية فهو عمل صالح مرضي عنه من الله جل وعلا، أيا كان هذا العمل: التوحيد، الصلاة، الصيام، الزكاة، الصدقة، الحج، العمرة، ما أنت فيه الآن من طاعة، الإنفاق في سبيل الله، الإحسان إلى الفقراء واليتامى والأرامل والمساكين، الدعوة إلى الله، الأمر بالمعروف بمعروف، النهي عن المنكر بغير منكر، إلى آخر هذه الأعمال. بر الوالدين، صلة الأرحام، زيارة المقابر، زيارة المرضى. وإن لم تجد عملا قط فكف أذاك عن الخلق، فهذا من أعظم الأعمال الصالحة. روى الإمام أحمد والترمذي بسند صحيح من حديث أنس أنه صلى الله عليه وسلم قال: إذا أراد الله بعبد خيرا استعمله. قيل: كيف يستعمله يا رسول الله؟ قال: يوفقه لعمل صالح ثم يقبضه عليه. وأختم ويا لها من خاتمة حسنة: العمل الصالح سبب لحسن الخاتمة، لا حرمني الله وإياكم حسن الخاتمة.